هاي اكو رجل اسمه ماركوس، عنده ورشة وعنده عامل يشتغل وياه، ورشة مال تصليح السيارات، والعامل اللي يشتغل وياه اسمه خوان، صار لهم سنين يشتغلون سوا. على كل اكو يوم من الايام جابوا لهم سيارة مكسرة، ومن اقول لك مكسرة يعني منتهية، وهاي السيارة طبت بحادث بالليلة اللي فاتت، وباليوم اللي بعده جابوها للورشة مال ماركوس وقالوا له كل اللي صاعد بالسيارة مات من قوة الحادث. وصاحب الورشة ماركوس قال لهم اوكي عوفوا السيارة هنا وبس تجهز نتصل عليكم حتى تجون تاخذون السيارة. وباليوم الثاني ماركوس ما كان قاعد بالورشة، كان قاعد بداله اخوان، كان عنده شغل برا المحل ومن هاي الامور. وطبعا ماركوس عنده كاميرات مراقبة بالورشة مالته، راد يتفقد الورشة مالته، طب بتليفونه على كاميرات الورشة حتى يشوف الكاميرات ويشوف الشغل ماشي عدل لو لا. وتفاجأ شاف العامل مالته خوان يحكي ويا نفسه، واقف بالورشة وكأنه ما اكو شخص قباله ودا يحكي وياه، وبالواقع هو ماكو اي احد قدامه. نشوف المقطع ونرجع نكمل. Viste, man, se volvió loco. Estoy revisando por la cámara del taller de mi teléfono, estoy en mi casa. Y este maestro está hablando solo. No cacho qué onda. De verdad que no cacho qué onda. No, está hablando solo. Le voy a preguntar por cámara qué está haciendo. A ver, vamos a preguntar. ¿Aló? Oye, disculpa, pero ¿con quién estás hablando? Oye, cálmate. ¿Qué, don Carlos? Pero, oye, escúchame un poquito. ¿Tú me estás hablando del accidente de anoche? Juan, me estáis huellando, ¿cierto? Oye, ¿podéis subir? ¿Sabes qué? Oye, es que no estáis hablando con nadie, viejo. No estás hablando con nadie, Juan, y ayer los que chocaron murieron todos. Juan, no estás con nadie, sube y ven a ver las cámaras, tengo todo grabado. Sube, viejo, sube, vente al tiro. Si no estás con nadie, Juan. Viejo, no tengo grabado, vente por favor, vente. No, esta weá. ومثل ما شفتوا هو بس شاف العامل اخوان يحكي ويا نفسه قبل طلع تليفونه واتصل على اخوان، لان شافه يحكي ويا واحد اسمه كارلوس، وكارلوس هذا قاعد يسأل على السيارة اللي جابوها البارحة اللي طبت بحادث وكل اللي بيها ماتوا. وصاحب الورشة هنا قبل اتصل على اهل السيارة ويقول لهم صار بالورشة 1 2 3، ويقول العامل انه اجا شخص اسمه كارلوس وقاعد يسأله عن سيارتكم، اكو واحد بيكم اسمه كارلوس؟ قالوا له ايه اكو واحد اسمه كارلوس بالعائلة وتوفى بالحادث، اصلا كان من ضمن الناس اللي توفوا بالحادث. قال لهم لا الموضوع هيجي كلش كبير، تعالوا خلنا نتفاهم. وهنا اصحاب السيارة بدأوا يسألون العامل اخوان، وقالوا له الشخص اللي اجاك وقال لك اني اسمي كارلوس شنو كان شكله، وبدأ يحكي بمواصفاته، وطلع الوصف ويطابق نفس الشخص اللي توفى اللي هو اسمه كارلوس. السؤال هنا العامل اخوان ما يعرف كارلوس بحياته ولا ملتقي بيه، شلون عرف ملامحه وقدر يوصفه؟ رأيكم باللي صار؟ اشوفه بالكومنتات.